الثورة دي طلعت حاجة جميلة قوي. امال ايه يا عباس؟ مصر دي ام الدنيا، بس لو تدينا نفحة من نفحاتها. الحق يا سلامة، المتحف بيتسرق. الحضارة لأ، الحضارة لأ. قشطة قوي، انا هروح اسلك نفسي. تروح فين؟ لو عملت كده لا انت صاحبي ولا اعرفك. يا عباس ما تبقاش فاري، دي فرصة العمر وجات لحد عندنا. تسرق اثار بلدك يا سلامة يا فراويلة. يا عمي دي مش بتاعت حد، سيبني يا عباس. سامحيه يا مصر، السكينة سرقاه يا مصر، السكينة سرقاه يا مصر. انا مش عارف يا بابا انت ليه مش عاوز تجوزني في ريال؟ لا يا يوسف، اتجوز اي واحدة غير بنت سلامة فراويلة. ليه بس يا بابا؟ مش ده صديق عمرك؟ ما هو عشان صديق عمري مش عاوز افضح سره. يا يوسف يا ابني، سلامة فراويلة حرامي، هو اللي سرق المتحف، بس ما تقولش اني قلتلك. طب في ريال كانت معاه وهو بيسرق؟ لا، بس بتصرف من فلوسه. وانت حفظك لسره ده ملهوش تمن؟ ايوه، انا كان ليا نص الفلوس اللي معاه، بس باعني ولهفهم كلهم. يا بابا الساكت عن الحق. انا مش شيطان يا يوسف، لم نفسك. اخرس. انت رميت حقنا في فراويل اولاده. هم قاعدين في قصر واحنا في اوضه على السطوح. هم بيلبسوا ماركات واحنا هدومنا مرقعه. هم بياكلوا سوشي واحنا مش لاقيين العيش الحاف. هم راكبين عربيات اخر موديل واحنا بنجري ورا الاتوبيس لدرجه انه داس عليك 3 مرات قبل كده. ربك بيسترها يا يوسف، وعشان ترضي ربك لازم تطيعني. سيدنا ابراهيم لما كان عاوز يذبح سيدنا اسماعيل معرضوش عشان ربنا امره بكده. خد سكينه اهي واذبحني، مش ربنا امرك بكده؟ انا بس انا اذبحني يا عباس يا ضو. يغزي الشيطان يا يوسف يا ابني. بقول لك اذبحني، ما تسخنيش يا يوسف. اذبحني يا جبان. عباس الضو مش جبان. خد يا يوسف. اي هنعمل ايه يا يوسف؟ الضرب نازل على ودنه. طبعا هنفضل مستخبين يا فريد لحد ما الضرب يهدى، هو العمر بعزقه. انا خايف قوي يا يوسف. انت اتجننت؟ تخاف وانت مع يوسف الضو؟ جرالك ايه يا فريد؟ انت مش سامع الرصاص راح جاي فوقنا زي المطر. اي يا فقر اتصد. يوسف ما تسيبنيش يا يوسف. امبارح ابويا غزني وما متش، ودلوقتي جات لي رصاصه في نفس المكان، بس المره دي شكلي هموت يا فريد. هتموت وتسيب سوريا؟ انت حاطط عينك عليها. طب خد دبلت اهي، قول لها يوسف اللي ادهاني. اوعى تبيع الدبله يا فريد، دي عشان تتجوز سوريا، انت اولى من الغريب. طب يا يوسف هطير انا بقى عشان الحق اجهز للجوازه. يا ندل، انت ما صدقت. اسمعني كويس يا فريد. انجز يا عم، عايز ايه؟ لو ربنا اراد ورجعت تسيب لي سوريا، ماشي؟ ماشي يا غالي. ما تنساش تقول لهم ان احنا ما حاربناش يا فريد. هقول لهم يا يوسف خلاص. فريد ايه تاني يا يوسف؟ قول لهم ان احنا ما حاربناش يا فريد، ما حاربناش. حارب مع نفسك بقى، سلام. احنا ما حاربناش يا فريد، ما حاربناش يا فريد. وما تنساش تقول لهم على الرصاصه اللي صابتني. لا، شعب مصر بيقول لا. حضارة 7234 سنة بتقول لا. لا، ابويا لما قلت له اذبحني ما قالش لا. فريد لما قلت له يتجوز سوريا ما قالش لا. اشمعنى انا اللي بقول لا؟ لا. سلامة فراويلة لما الفرصة جات له ما قالش لا. فريال لما قلت لها تطلع معايا المقطم ما قالتش لا. سوريا لما راح لها فريد بدبلتي ما قالتلوش لا. انا الوحيد في المسلسل اللي قلت لا. لا لا. ايه ده؟ مفيش حد بيضربني؟ امال في ايه؟ كفايه بقى يا يوسف. لا مش كفايه يا عبد المنعم. بقول لك فوزيه شفتها سهرانه مع السحت الوش الصبح. ما فيهاش حاجه، ما ترفع عن نفسها شويه، ده طول اليوم شغاله في البيت زي النحله. كانت بتشرب معاه خمره يا عبد المنعم. طالما على حسابه وبعيد عن مصروف البيت خلاص. بلاش الخمره دي، كانت بترقص معاه سلو والعياذ بالله. طالما مش لوحدهم وفي وسط الناس عادي، وكمان الدكتور قال لها عدم الحركه غلط عليها، ما تحبكاش بقى يا يوسف. طب انت فاكر يوم خطوبتي لما ظبطناها في شقه السحت؟ ما انا مرضتش اعمل قلق عشان ما بوظلكش اليوم. ما تعمل يا اخي، انت ايه لوح تلج حلوف ما بتحسش؟ عيب يا يوسف، انا اخوك الكبير. انا عيب واللي بتعمله مراتك مش عيب؟ طب فاكر لما كانت بتبوس السحت في فيل السلم وانت يا اسطى عملت عبيط عشان ما تطردكش من العز اللي قاعد فيه؟ ما انا افتكرت زيك كده وفي الاخر طلعت مظلومه. اصل السحت عينه كانت مطروفه وهي طالعه بالصدفه، فاول ما شافته نفخت له فيها على طول. بلاش السحت خالص، انسى السحت. انا بقى مش عايز اقولك على الكبيره يا عبد المنعم. ايه في ايه يا يوسف؟ فوزيه حرقت لك الغدا. ازاي الكلام ده وانت عرفت منين؟ ريحه الشياط معبقه المنطقه كلها. نهار ابوها اسود، ده انا هروح اخلص عليها. فريال رايحه فين يا فريال؟ مهاجرة يا يوسف، ماشية وسايبها لك مخدرة. ليه الوش ده بنت فراويله؟ انت نسيت عملت ايه؟ ابوك خليته يتجنن،
فريد جوزته سرايا ومنكدة عليه عيشته. سخنت عبد المنعم على فوزية اختي وخليته قتلها. ابويا وقابل وجه رب كريم. امي جالها شلل الاطفال. فلوسنا راحت يا يوسف. بس انا موجود لسه يا فريال وبحبك. اتأخرت قوي يا يوسف وصعب ارجع تيكت الطيارة. ده انا دافعة قد كده. يعني مفيش فايدة؟ مصممة؟ خلاص يا يوسف. يوسف، انا سبتلك الدبلة بس يا ريت تسمح لي احتفظ بالشبكة. سلام يا يوسف. تحتفظي بيها ولا تبيعيها يا جزمة؟ ماشي يا فريال ماشي. يا رب الطيارة تقع بيك وانت الوحيدة اللي تموتي. يوسف الضو خد خازوق يا رجالة. يوسف الضو خد خازوق يا رجالة. قول لي يا اخ جمعة، اسمك ايه؟ اسمي خميس. عندك كام سنة؟ الحمار اللي هناك ده عارف. بتحب مصر اكتر ولا اسرائيل؟ بحب امك اكتر. المنكاية فيها كام بذرة؟ العويسي ولا الهندي؟ ازاي الحاج امك؟ وانت مال اهلك انت تعرفها؟ بتلعب بلياردو؟ انتوا قلتولي ملعبوش. بتحب فاطمة؟ اه طبعا مش ام عيالي. امال ليه بتعط مع جوجو؟ عشان بيضة وملفوفة وصاروخ. بتبيع حشيش؟ محلي ولا مستورد؟ بتبيع قرش بكام؟ بقرش. قول لي يا اخ جمعة. كفاية بقى، خلوا الطلعة دي عليا انا. اتفضل. انتوا اخوات؟ وتوأم كمان. هموت واعرف مين البقرة اللي حبلت في عجلين زيكم. يا ابن اللذينة، برافو يا جمعة، انت اجتزت اختبار جهاز الكذب ملوش رجلين، وده قليل قوي اللي بيعدوا منه. والله ما كان ليه لازمة موضوع الجهاز ده. انا طالما اديتكم كلمة خلاص بقت سيف على رقبتي. كلمة ايه يابا؟ ده جهاز بملايين مش كيس لب، ودلوقتي بعد ما وثقنا فيك محدش هياخد الجهاز غيرك. ما بلاش انا، الله يخليك دي مسؤولية. عليه الطلاق من ام بنيامين، ما حد واخده غيرك. خلاص طالما مصممين مش هرد لكم كلمة، بس ما تنسوش حسابي وتكاليف العملية بتاعت فاطمة وفلوس اللانش. بس قبل ده كله انا عاوز اديلك حاجة. خد يا جمعة. ايه ده يا رايق؟ بقى انا اقول لك فلوس لانش تديني ساعة؟ انت ايه يا اخي منوفي؟ ماشي، هدية مقبولة. قول لي يا جمعة، انت معاك شنطة هاند باج؟ اه طبعا دي فيها شراباتي. والشنطة دي بتحطها على كتفك؟ اقول لك فين وما تزعلش. خلاص، تحط الجهاز فيها وتغطيه بشراباتك، واول ما بتاع الجمرك يفتح الشنطة ريحة الشرابات هتعميه فمش هيشوف الجهاز. فكرة قذرة بس ممتازة. مش هوصيك على الجهاز يا جمعة. ما تقرفناش بقى يا عم والله سيبه. خلاص. فاضل قد ايه يا جمعة؟ 3 ساعات ونص بالتمام، وانا هقعد وش في وشك كده 3 ساعات ونص. ما تيجي احسن نشوف لنا فيلم هندي على ما يعدي الوقت. دلوقتي انتوا قلتولي اسمع كلامهم في كل حاجة، صح؟ صح. داني دلوقتي محضر قدامه ازازة شمبانيا، واتفقنا نضرب النغم في وقت واحد. وفين الشمبانيا اللي قدامك؟ اهي بتبي تركيز 12%. يا ابني ليه؟ احنا يا سادة النهاردة حققنا انجاز ما حصلش في تاريخ الموساد، وازازة الشمبانيا دي انا جايبها على حسابي عشان خاطر اسرائيل. يا عيني اخويا. دلوقتي يا جمعة. وصلت، يلا نضرب النخل. مش هقدر والله اصل صايم. اشرب يا مدحت بيه، انا وعدت الراجل. وانا مال اهلي مش انت اللي وعدته. انا ما بشربش بيبي يا جمعة. اهو ما تزعلش نفسك. الرسالة لحقتوا تفكوها؟ اصلها قصيرة قوي. ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي خير الكلام ما قل ودل. اقرا الرسالة. ما تقرا يا ابني. حمرا. هي ايه اللي حمرا؟ فين الرسالة؟ الرسالة عبارة عن كلمة واحدة، حمرا. زمانهم قروا الرسالة. خد يا جمعة الساعة دي. ياه، هي لسه معاك يا مدحت بيه؟ ده انا افتكرتك بعتها. ابيع ايه؟ انت عارف مين اللي دفع حقها؟ مين؟ مصر يا جمعة. طب بالنسبة للفلوس اللي اتفقنا عليها، مش مصر برضه هتظبطني ولا ايه؟ مصر مش هتدفع لك اكتر من تمن الساعة يا جمعة. طب عملية فاطمة مدحت بيه؟ تعامل بقى يا جمعة، ما تخنقناش كده اهو. ماشي، حس كده بقى، انا ما قداميش غير حل واحد. ايه هو؟ هبيع الجهاز. انت متأكد يا جمعة انك عملت العملية كويس؟ انا مش عارفة انت ما خلتش دكتور اللي يعملها ليه؟ يا بطة انا ما امنش لاي حد يعمل لك العملية غيري. وكمان احنا اولى بتكاليف العملية عشان جهازك يا بت.
شايفاني؟ شايفة؟ يلا يخرب بيتك، انا مش شايفة حاجة يا جمعة، مش شايفة حاجة. وايه الجديد يعني؟ ما انت ما كنتيش بتشوفي. اكيد نسيت حاجه.